طيب الله أوقاتكم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. مركز الكفاءة المؤسسية يقيم أنشطته. جهود لرفع الإنتاج الزراعي في تسني. عمليات جراحية الجلود المحروقة في مستشفى حليبة. الناخبون في نيجيريا يختارون رئيسا جديدا للبلاد على واقع أزمة أمنية. إيران تكشف عن صاروخ جديد يمكن إصابة السفن الأمريكية. شولتز يصل الهند حاملا الملف الأوكراني. من العناوين إلى التفاصيل. غيم مركز الكفاءة المؤسسية أنشطته لعام 2022 في اجتماع عقده في 25 من فبراير في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال، وبحث خطة عمل عام 2023. وقدم مدير المركز بالإنابة الدكتور أبيل هبتميكيل توضيحا حول أعمدة الكفاءة المؤسسية وإدارة العمليات ومقياس تنفيذ العمل وتحليله وإدارة المعرفة والتركيز على نتائج العمل بالنظر للمستوى الحالي والنتائج المخطط الوصول لها. وتناول الاجتماع التقارير المقدمة بشأن برامج التدريب المقدمة عام 2022 في مختلف المواضيع، والدراسات والخدمات الاستشارية لإدارة البيئة وتقوية كفاءة القيادة والإدارة في إدارة الإقليم الأوسط، بالإضافة في الإدارة والمالية تماشيا مع خطة عمل عام 2023. وبحث الاجتماع التقارير المقدمة موصيا للدفع بالمميزات وتشجيع العمل المؤسسي الموجه بالخطة الاستراتيجية. أقيم مركز الكفاءة المؤسسية الحكومي في شهر أغسطس لعام 2006 لتطوير وترسيخ الإنتاجية والفعالية والمساءلة في المؤسسات. أعلن مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية تسنية السيد أحمد إدريس تواصل الجهود لرفع الإنتاج الزراعي المروي والمطري، وذكر وجود 170 مزارعا يقومون بالتنمية المروية في مساحة حوالي 1000 هكتار على ضفاف نهر القاش. وذكر إنتاج أكثر من 85 ألف كنتال من الخضروات وحوالي 20 ألف كنتال من الفواكه من البساتين وحوالي 74 ألف كنتال من الزراعة في الزراعة المطرية العام الماضي. وأشار إلى تكاثر جيد للمواشي التي تحصل على الخدمات البيطرية، داعيا المزارعين الاهتمام لتمهيد الأراضي الزراعي والعلف الزراعي. وذكر الوضع المقلق لحرائق الغابات المتكررة والقطع الجائر للأشجار في المديرية، مناشدا جميع المواطنين المشاركة بمسؤولية للحد منها. أجرى أطباء إريتريين وألمان عمليات جراحية للجلود المحروقة والمصاعب الخلقية في الإصابع في مستشفى حليبات. وأوضح خبير جراحة العظام والعضلات الممرض فاسيل قبرو إجراء العمليات الجراحية ل 36 مواطنا في غضون 5 أيام. وذكر مسؤول قسم الحروق الممرض كسة برهان تنفيذ مهام جيدة بالأخصائيين الألمان الذين يأتون مرتين سنويا، وتمهد عمليات تبادل الخبرات لإجراء هذه العمليات مستقبلا بالخبراء الإريتريين. وشكر الأطباء الألمان الذين يتعاونون منذ عام 1999 بالتعاون الموجود من وزارة الصحة، مؤكدين على مواصلة العمل مستقبلا. عقد مكتب التعليم في مديرية عدقية اجتماعا في 21 من فبراير لبحث سبل رفع مشاركة المرأة في التعليم خاصة في المنحدرات الشرقية.
وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع الانخفاض الكبير للطالبات في المدارس في العام الدراسي 2021-2022. ودعا المشاركون في الاجتماع لتعزيز دور رجال الدين والأعيان وأولياء الأمور للحد من مقاطعة التعليم والدفع بتجميع القرى للحصول على الخدمات عن قرب وتوطيد أولياء الأمور العلاقة مع المدرسة للتعرف على أوضاع أبنائهم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيانات تسفاي أن من المهم المشاركة الواعية لجميع المواطنين للحد من الانخفاض الكبير للطلاب. من جانبه دعا مدير مديرية عدغيح السيد هابتاي تسفازجي إدارات الضواحي والأعيان للقيام بدور رائد لرفع المشاركة في التعليم في المنحدرات الشرقية والحد من مقاطعة التعليم في المرحلة الثانوية. وانتخب الاجتماع لجنة تقوية تقوم بمهمة التوعية لتقوية المشاركة في التعليم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. شرع الناخبون في نيجيريا في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية على واقع أزمة اقتصادية وأمنية. ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري 80 عاما بعد ولايتين شهدتا تفاقم لانعدام الأمن والفقر في هذا البلد. ودعي أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس خلفا لبخاري من بين 18 مرشحا، بالإضافة إلى النواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. وتعد هذه الانتخابات مصيرية لمستقبل البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليون نسمة في عام 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب أفريقيا خطر انتشار أعمال العنف الجهادية. وسيرس الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وأكبر دولة نفطية فيها سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف الإجرامي والجهادي في الشمال والوسط إلى الاضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري. قدم الحرس الثوري الإيراني صاروخا جديدا بمدى 1650 كيلومترا وسط توتر مع الغرب بشأن بيع طائرات مسيرة لروسيا. وقال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجزادة: أضفنا صاروخا جديدا يصل مداه إلى 1650 كيلومترا إلى ترسانة الجمهورية الإسلامية. وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد لاختبار الصاروخ الذي شوهد وهو يحلق فوق منطقة صحراوية ويصل أخيرا إلى هدفه. وأشار حاجزادة إلى أن طهران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر يمكنها إصابة حاملات الطائرات الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط. وتشكل الصواريخ البلاستية الإيرانية مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الشرق الأوسط، رغم أن سلطات طهران تقول أنها لها دور دفاعي ورادع فقط. وصل المستشار الألماني أولف شالتس إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث من المتوقع أن يناقش مع رئيس الوزراء الهندي الحرب في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وقال شولتز للصحفيين بعد أن استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي: سنناقش بشكل مكثف جميع الموضوعات ذات الصلة بتنمية بلادنا وكذلك السلام في العالم، وهو أمر مهم. وقال شولتز خلال زيارته التي تستمر يومين: إن حرب أوكرانيا كارثة كبيرة، وإن التعاون بين الهند وألمانيا مهم جدا. فيما قال مودي إن العمل مستمر من أجل توسيع العلاقات مع ألمانيا في مجالات الأمن والتعاون الدفاعي، مضيفا
أن شولتس يفهم قوة العلاقات الهندية الألمانية. أعادت باكستان فتح معبر طرخام الحدودي مع جار أفغانستان المجاورة أمام الحركة العامة والنشاط التجاري. وأغلقت إدارة طالبان الأسبوع الماضي حدود طرخام التي تربط إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان بإقليم ناكاهار شرقي أفغانستان من جانب واحد. وأعلنت الإدارة الأفغانية في وقت لاحق إعادة فتحه، إلا أن السلطات الباكستانية رفضت إعادة فتح الحدود بحسب ما قاله مسؤول محلي للأناضول عبر الهاتف. والأحد الماضي أغلقت كابول من جانب واحد المعبر الحدودي على خلفية تبادل لإطلاق النار بين قوات الحدود. ويأتي التطور الأخير بعد 3 أيام من لقاء وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف مع نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالإنابة الملا عبد الغني بارداري ووزير الدفاع بالإنابة الملا محمد يعقوب في العاصمة الأفغانية كابول. تذكير بأهم العناوين. مركز الكفاءة المؤسسية يقيم أنشطته. جهود لرفع الإنتاج الزراعي في تسني. عمليات جراحية للجلود المحروقة في مستشفى حريبات. الناخبون في نيجيريا يختارون رئيسا جديدا للبلاد على واقع أزمة أمنية. إيران تكشف عن صاروخا جديدا يمكنه إصابة السفن الأمريكية. شولتس يصل الهند حاملا الملف الأوكراني. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.